تعال ناخد بق. ده نسكافيه. انت بتشرب ايه؟ ايه ده قصب. الحاجه الوحيده اللي بتتعرف بعدك بقى ديرجن. ده ايه والله بجد؟ ميه. ماشي. ميه عادي. دي ميه. والله خدت بقه ان انت لسان عصفور. بشرب لسان عصفور. كركع. مساء الخير يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. كله حلو. حاجه غريبه قوي ان انت تقعد تكلم ناس ما حدش فيهم بيرد عليك. ناس لا المفروض ان هم بيردوا عليك. انت عارف ان الرد هيجيلك لسه لما يشوفوا الحلقه. بالظبط. احنا بنكلمكم من دلوقتي، انت بقى مستني بقى الوقت ده كله. لسه هتشوفوا الحلقه لما تنزل بقى. انت عندك كام سنه اشرف؟ انا ده على ذكر ان احنا بنكلم الناس اللي هي يا عم يلا. عندي 32 سنه. ثانيه إيه؟ هتم 32 سنه لسه. يعني عندي 31 وشويه. انت مواليد كام؟ 92 ان شاء الله. شهر كام؟ 29/3. ده حمل ده؟ ده حمل ده صح؟ ده حمل ده. حمل. انا برضو الحمل. مش لاقي عليك خالص. انت بتفهم في الابراج؟ لا خالص، بس يعني دي الكلمه اللي بقولها لاي حد بيقول لي هو برج. اصل ما فهمش في الابراج، ما فهمش غير في البرج بتاعي. واغلب الابراج يقول لك ده جدع وحنين وبتاع. فين البرج بتاعك؟ انا جدي، برج جدي. اوكي، بس مش لاقي عليك خالص بقى. يعني في فعلا حاجات مش لاقي عليا. زي ايه مثلا؟ زي ان هو جدع مثلا. انت مش جدع. لا بس انت جدع حبيبي ان شاء الله. انا بقول كده عشان انت تقول لي ان انا جدع. لا بس انت جدع والله من غير ما تقول اهو. حبيبي والله العظيم. المهم مش ده موضوعنا دلوقتي. امال موضوعنا انت قلت في كام 3؟ 29/3 ان شاء الله. 29/3. بتحتفل بعيد ميلادك؟ ساعات بنسى يعني. ساعات بتنسى النهارده عيد ميلادك. بفتكر يوم 2/4 قال له 2/4. يعني كده فاهم. يعني انت بتعود دايما عيد ميلادك بتفتكره يوم 2/4؟ لا خالص. قصدي ساعات يعني ما بهتمش يعني. اصل بالنسبه لي هي حاجه مش يعني هتحتفل ليه؟ ده اليوم اللي انت جيت الدنيا فيه. المفروض النهارده في اليوم ده تقعد تقوله. حاسك بتقول شعر والله. هتحتفل ليه؟ ده هو ده اليوم اللي احنا جينا الدنيا فيه. والله فكر كده هتلاقي ده اليوم اللي يعني انت في الدنيا دلوقتي جيت في اليوم ده. تمام. فاللي هو يعني انا مع الاسف في الحلقه دي غالبا مش هعرف يعني ابقى ضدك، لان انا برضو معاك بشوف ان انا غصب عني بحتفل بعيد ميلادي لان هو يوم راس السنه، فالناس كلها بتحتفل بيه، فانا ببقى بحتفل مع الناس. مش قصدي بعيد ميلادي بس، بيبقى بجمله كمان يعني بتزيط معاهم في الزيطه يعني. بالظبط. انت يوم 1/1 تاريخ ميلادك؟ انا 31/12/93. اوكي. اخر يوم في السنه. ده حاجه مميزه جدا، حاجه حلوه جدا. بس دايما بقول كده الناس بتفتكر ان انا يعني اللي هو انت بتقول كده عشان تبقى في يوم مميز وكده، فبقوم جايب لهم بقى فاهم يعني اللي هو دي الشهاده اللي بتثبت ان انا اتولدت في هذا اليوم. كان يوم عاصف الحقيقه. طب انت ايه اصلا تثبت لهم الناس اللي بتقعد تقول لك لا انت اكيد بتقول كده ممكن يكون في حد فيهم عزيز عليا ولا حاجه فبضطر اثبت له، انما لو حد مش بحبه فمش يعني ما يهمنيش. بس انا بقول لك انا يعني بحتفل بعيد ميلادي. مش انا بحتفل، العالم بيحتفل، وكمان هو موروث ثقافي عندنا في البيت. امي متعوده وانا صغير بما اني ابنها الوحيد يعني، فان انا بحتفل بعيد ميلادي وانا صغير. ايه مظهر؟ انا كنت بحتفل وانا صغير على فكره. كانوا بيعملوا لي تورت لحد كام سنه؟ لحد مثلا 4 سنين 5 سنين. وانت فاكر الموضوع ده؟ في صور موثقه. لا سيبك من صور، انت فاكر حاجه من ده؟ فاكر الطشاش. فاكر طبعا. وفاكر التورت. وفاكر مره دخلت المطبخ جبت، كانوا هم خلاص عملوا التورته، كانوا بيعملوا التورت في البيت ويكتبوا عليها اسمي وبتاع. جدتي وامي ساكن في العبد ولا ايه؟ لا بيعرفوا يعملوا تورت. هم شطار يعني في الحلويات يعني. شطار في الحلويات. وفي الماث. كان مره عملوا تورته وسابوها جوه في المطبخ بقى خلاص جاهزه على بعد الغدا ان شاء الله نتجمع بقى ونعمل وبتاع. ففجاه لو كنت انا صغير خالص مثلا 3 سنين او حاجه، لو اني داخل عليهم الاوضه وشايلها ومايله مني كده عمال اقول لهم خد التقيله خد التقيله. هم فاكرينها من ساعتها. خد التقيله. دي دلوقتي بقت اللي هي خد التقيله بقى ويقوم مديك واحده مديك كارثه. خد قال له الثخ في وثي ولا فانت بتحتفل. طب ايه مظاهر الاحتفال بعيد ميلادك اللي هو بتعمله وانا صغير دلوقتي؟ احتفال الناس براس السنه انت بتعمل ايه؟ امي كانت بتجيب لي تورته
وتجيب لي الناس اللي انا بحبهم او اللي هي بتحبهم من وجهه نظرها، انا تحطهم ترشقهم في التورته تولع فيهم كلهم واقفين عاملين كده كلهم. اصحابي وكان مره في عيد ميلاد جابوا لي فيه فقرات، عارف كده فقرات ايه؟ جابوا لي ساحر. انا بحسب القطنيه جابوا لك ديسك في العيد. لا جابوا لي فيه فقرات بجد. جابوا لك الساحر مدحت؟ ما كانش اسمه مدحت، هم اصل الساحر بتاع عيد ميلاد كان اسمه عزت. الساحر عزت. ما بعدناش بعيد يعني. والله العظيم. وجابوا لي اراجوز. طب حلو قوي والله الحاجات دي. وكان اراجوز وساحر، كان في حد تاني مش فاكر مين. يعني كان يعني بس كان في فقره تانية يعني. طب والله جميل. بس ده متصور فيديو، عندنا فيديو. انت لازم توروه لي. ما بقاش في فيديو. شريط فيديو. ايوه شريط فيديو. ما ينفعش نحوله متهيألي التكنولوجيا اتطورت، ممكن نحول الفيديو للسي دي. اكيد هنلاقي حد يعمله لنا. هو لسه في سي دي صح؟ لسه في سي دي عادي متهيألي. في سي دي. في سي دي ده بتاع الحروق. اللي بيتدهن. المهم يا عم فكري، كل سنه وانت طيب. مبدئيا بمناسبه ان احنا جبنا سيره عيد ميلادك، ربنا يخليك يا عم اشرف. طب دلوقتي انا حضرت لك عيد ميلاد عامه قريب، فاكر؟ عيد ميلاد انا؟ ايوه. فين ده؟ فين العيد ميلاد؟ كنا عاملينها في الشيلتر، في في المشتل. في المشتل. انت رايح عندك كلب. ايوه شيلتر ايه؟ شيلتر ايه؟ اتلخبطت عشان الشيلتر ومشتل شبه بعض يعني. المشتل. ايوه صح، فاكره كان معانا زكي. ايوه فاكر. ايوه فاكر اليوم ده كان عيد ميلادك. ايوه ده كان عيد ميلادي. العيد ميلاد ده مثلا امي متعوده ان هي تكلم، يعني بتكلم الناس القريبين مني عشان تعمل لي مفاجاه. ما انا ببقى عارف ان احنا بس مش عارف احنا كنا بنكلمك ساعتها تقول ابعت لي فكره اللوكيشن المشتى اللي فيه عيد ميلادك. انت وتوفي المفروض ان اشرف يعني هم خلاص وصلوا المكان اللي انا هاجي اتفاجئ فيه. المفروض ان انا هاجي اتفاجئ دلوقتي، يعني هم الاثنين تايهين وانا ماشي رايح المكان اللي انا هروح اتفاجئ فيه برضو. لقيتهم بيعدوا كده بيوقفوني يقولوا واحد روح المشتل بتاعك. كنا تايهين والله. نخش جوه نتفاجئ يعني. خدنا اصل كان في مشاكل كتير واحنا ما بنحبش المشاكل. انتوا ناس طيبه ما بنركوش في المشاكل. مالناش في المشاكل يعني. انا عامه بشوف ان احنا شعب بيتلكك عشان يبقى عنده مناسبه. احنا عندنا مناسبات كتير جدا قوي. انت حتى كانسان انت بتحب المناسبات اصلا يعني؟ بتحب تروح المناسبات؟ لا في مناسبات بحبها، زي يعني مثلا في مناسبات دينيه بحبها. يعني مثلا بحب النص من شعبان في الحسين جدا. دي مناسبه انا بحبها، ايفنت بحب اروحه يعني. ليله النصف من شعبان يعني. النص من شعبان ده مطعم هناك بيعمل كده. انا بحب النص من شعبان. بحب النص من شعبان. مثلا بحب شم النسيم جدا. وانا كمان مش عارف ليه، عشان الوانه ومظاهر بهجه كده بالظبط. والاغنيه دايما بتاعت سعاد حسني اللي يعملوها الدنيا ربيع والجو بديع. قفل لي على كل انت هتموت وتقفل على كل المواضيع. انا اصلا انا ما لسه مش عايز مش قادر يعني من شويه. بالظبط. بيض وفسيخ الله. فانا الانسان من ساعه لما بيتولد مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم في ايه؟ اسبوع. بسم الله عليك. صح. في الاول اسبوع بنحتفل بان الراجل ده جه. تعال نشوف كم مناسبه بنقعد نلم بعض فيها، عشان انا ما بحبش اروح حاجات فيها حاجات. يعني ما بحبش نقعد نتلم ونقول ده ليه اللمه حلوه مره او مره ماشي. انا ما عنديش مشكله في اللمه، انا عندي مشكله تبقى كتير طول الوقت. احنا عندنا مناسبات كتير قوي. لا وفي اسر كده بتحب تعمل كل المناسبات صح، وتكلمك تيجي لها كل المناسبات. يعني يبقى مثلا كنت عندهم الشهر اللي فات عشان سواء ابنهم الاول الاسبوع اللي بعديه الاسبوع الميلاد الاولاني. لا عيد الميلاد الاولاني. اسره ارنبه. لا يعني قصدي حضرت اسبوع عندهم، الاسبوع اللي بعده في عيد ميلاد بقى ابنهم اللي هو كان موجود اصلا. ايوه فتروح تاني وتجيب هدايا تانية لنفس انت لسه شايف الاطفال دي حالا يعني اللي هتروح لهم تاني. ولما يتم سنه ايه اللي بيحصل لما يتم سنه؟ بيعملوا عيد ميلاد. اللي هو التاني بقى. ايوه هتعملوا عيد ميلاد. ولازم في كل سنه عند ولاد اصحابك تروح تقول له يا كبروا. يا قالها كبرنا قلت ما سن عمر بيجري، ما اكيد هيكبروا، ما يروحوا فين وانت قاعد ميلاده. ايوه بالظبط. انت ما كنتش معدي طلعت. لا ودلوقتي في حفله اللي هو قبل اصلا بقى السبوع وقبل الولاده وهي لسه حامل. الحفله بتاعت معرفه نوع الجنين. احنا هنتجمع دي دراسات عليا. حفله عشان معرفه نوع الجنين. ده موضوع كبير. الناس بتتجمع ويعملوا قصه بقى ويصوروا مش عارف ايه عشان النهارده هنعرف هو يا ترى ولد ولا بنت. اوكي انت كان فارق معاك القصه دي؟ لا خالص يعني بالنسبه لي نفس المصاريف. لا انت كنت عايز تجيب ولد او عايز تجيب بنت؟ من زمان كان نفسي اجيب بنت. اوكي
بس الحمد لله اتبسطت ان في علي برضو، يعني بحب عليا برضو. ما متوأم يعني انت جالك الاثنين، بحس ان الحمد لله يعني ايه ما يكونش الحمد لله بحاجة. ما عنديش اوبشن كان هقول ان انا بحب علي اكتر من علي صعب قوي. لا بس انا بحبهم الاثنين فعلا، يعني انا كنت فاكر ان انا لما يبقى عندي ولد هتضايق، بس لا خالص. يمكن عشان علي برضو لذيذ وكده. جدا علي لذيذ جدا. مش ابني مش ابني مش ابني معروفه بديهيات يعني. طيب وانا برضو خد بالك ما عملت لهمش لحد دلوقتي يعني. احتفالاتنا عملت اسبوع بس اللي هو ده. انت وانا كنت فين في الاسبوع؟ في اللذاذه وفي ايه. انا كنت فين في الاسبوع ده؟ انت كنت فين كان عندك كام سنه ساعتها؟ الاسبوع ده مش فاكر والله، بس تقريبا كان عائلي شويه، عملناها على الضيق بس جت فجاه. ما كبرتش الموضوع ولا في اسبوع ولا في انا ما فيش مناسبه خاصه بيا بشكل شخصي وكبرتها خالص. دايما اللي هو نخلص ساعتين ونخلص ونغني اللي احنا عايزينه. اوكي. طب هل بتحتفل بعيد ميلاد حد؟ بعتزم على عيد ميلادات ده يعني مثلا بتحتفل بعيد ميلاد مراتك؟ مناسبه مهمه جدا لازم احتفل بيها طبعا. صح. عمري ما هنسى يوم زي كده بالظبط. اهم يوم في حياتي. لازم احتفل طبعا ولازم اجيب هدايا، وعمري ما هنسى حاجه زي كده طبعا. برافو عليك. يوم مهم جدا يعني، ده اليوم المهم جدا في حياتي. بحتفل حتى لو احتفال بسيط، ولكن البساطه مش بقيمتها، البساطه في وصحتك في العلبه دي. ان شاء الله خير ان شاء الله خير. انت تعمل لي كده سامي مش هاجي لك وانت اللي زقني خد بالك. ماشي. انا بحاول نعمل جو فاهم اسري. طب وايه المناسبات تاني اللي انت بتحتفل؟ خرجني تعال ناخد بق ده نسكافيه. انت بتشرب ايه؟ ايه ده قصب؟ الحاجه الوحيده اللي بتتعرف بعدك ديرجن. ده ايه والله بجد؟ ميه. ماشي. ميه عادي دي ميه. والله خدت بقه لسان عصفور. بشرب لسان عصفور. كركع. لا اله الا الله. طيب المهم بقى هذا الطفل بعد ما تم سنه بيفضل يحتفل بقى ايه سنه بسنه كده ايه بعمره. وبعدين اصلا تعال نرجع ورا شويه. احنا عندنا في مصر مناسبات غريبه يعني. انا يعني بدون ذكر اسم حد يعني، بس ما يعني مره في حد ساب لي ابنه الصغير علشان هي رايحه طهور حد تاني. طهور؟ هو لسه في حد بيحتفل بطهور بجد والله؟ وليه بتقولي لي ايه ده؟ ليه بتقولي لي ان انت رايحه طهور حد؟ انا الواد ده خلاص مش عارف اشوفه بعدين. انا اصلا ايام ما كان والله العظيم. وليه هو حدث وانت رايحه تعملي ايه؟ ايام ما كان في احتفال بالطهور كنت مستغربه. بحسب انتهى لسه موجود. والله العظيم. قالت لي خلي معاك على ما اروح طهور ابن مش عارف مين وارجع. ليه؟ طب ليه؟ طب سؤال تاني. تروح هو تمام دي حقيقة تمام. هو خلاص تمام. تمام بس هو يعني ما اللي يعني ليه تروحي؟ مش عارف الصراحه. ومين عزمك يعني؟ مين اللي قال لك تعالي وقال لك ايه تعالي شوفي بعض؟ اكيد ما هو حفله، بس دي حفله يعني مهينه جدا للشخص اللي تم جدا والله. انا ليه اكبر طفل هو مش عارف حاجه هو بس هيكبر. بس انا مثلا لو ده ابني انا ليه هجيب ناس يشوفوا ده؟ ايوه ما انا فاهم. بس قصدي لما يكبر اكيد دلوقتي احنا في عصر السيلفيز، اكيد في سيلفي اتاخد معاه وهو مرمي عامل كده ومش قادر يتحرك واي لمسه. انت هتصور سيلفي مع ابنك وهو كده في ذمتك؟ ما هو عامل حفله الناس هتيجي تعمل ايه؟ هيتصوروا. لا ما متهيألي اشرف والله اعلم يعني ان هم ما بعد الموقعه بيبدا بقى اللي هو خلاص الواد بقى تمام يقدر يعيش معانا فتعالى نعمل له حفله. الاحتفال ده بيبقى في اثناء مش اثناء بعد الموقعه، بس هو ستيل لسه الجرح ملم ايش. يا ابني ما هو طفل هو مش عايز حاجه. هو الطفل هو اللي عازمهم قال لهم تعالوا شوفوا طوري. الواد هيكبر وهيشوف الصوره السيلفي وهو قاعد مش قادر والناس واقفه مبسوطه وبتاع. ليه نعمل كده طفل؟ صح مش دي كارثه جدا؟ ليه اصلا اقول له ان احنا كنا خد بالك ازاي؟ احنا فاهم بالظبط. فدي برضه من الاحتفالات. طب ليه ما بنحتفلش لما البنت بتخرم ودنها؟ ما هي ده طبعا مش هي. طب ليه ما بتحتفلش بجد والله؟ اول حلقه احتفال اول حلقه البنت تخرم ودنها دي رفاهيات. انما الواد لازم يتعمل له كده اساسيات. صح خلاص بقى عشان الموضوع راح في طب قوي. انا برضو من المناسبات اللي بستغربها وما اعرفش معناها لحد دلوقتي ال40. خلي بالك ال40 دبل فيس
يعني في 40 في الحلو في الحزن. في 40 حد توفى، وفي 40 40 حد توفى. دي كانت حادثه. يا ساتر يا رب. ال 40 بتاع مجزرة وال 40 بتاع الفرح صح الجواز. وفي ال 40 يقول لك ده ال 40 لسه مربعه. لفظ غريب. يعني انا عزيتك خلاص، ليه اجيلك بعد 40 يوم افكرك. فاكر اوعى تكون نسيت 40 يوم. بعدين هو ليه 40؟ ما اعرفش يعني ليه شهر ونص 45؟ عشان يكون صاحب الميت نسي، فتروح انت اوعى تكون نسيت. في لسه واحد ميت وبتاع وكان غالي عليك فتعيطوا. طيب بجد والله ليه 40؟ لو حد يعرف اشمعنى الرقم 40 يمكن يكون ليه سبب، يكون في سبب واحنا جهله بالظبط. بس ال 40 كان في شويه. اتفضل. وفي بقى غير الفرح والحاجات دي، عشان خلاص دي مناسبه معروفه جدا، الافراح واللازم منه. في بقى الزياره بتاعت الصباحيه، عشان دي مناسبه صباحيه مباركه وبتاع. ليه نعمل كده؟ بيروحوا باكل. طب ما يرموا الاكل ده في الثلاجه من بالليل، ليه يجي الصبح بالاكل؟ عشان يعني الناس تعرف ان هنا في عريس وعروسه. ما الناس عارفه امبارح احنا داخلين امبارح وطالعين. ما هو انا طالع انا وهي في العماره لابسين فساتين وبتاع، مش عشان كنا خارجين. لابسين فساتين انتوا الاثنين؟ بدله وفستان يعني. مش ما كناش خارجين في حفله تنكريه، احنا عريس وعروسه باين قوي ان احنا. وفي شماريخ اتولعت تحت، وفي كوارث بتحصل وكلاكسات وبتاع. بس ليه الصبح الساعه 7 يا عم؟ بعيدا ان هو لسه متجوز ولسه حتى ما خدش على الست اللي معاه دي، لسه ليه حد يخبط الساعه 7 الصبح على بني ادم؟ الفكره ان هم كمان ماشيين، الناس ماشيه من عنده الساعه 4 الفجر. لحقوا يناموا امتى ويجوا امتى؟ وجم 7 الصبح. هو الراجل اصلا يعني هو داخل استحمى وطلع. ما حصلش، لسه مغفل، لسه بيقفل عينه كده. راح الباب مخبط ويصحى. وعملت ايه اللي عملت ايه في ايه؟ انتوا مالكم يا جماعه؟ عملت ايه في ايه بجد والله؟ عايزين نقول لكم ايه؟ انا 7 الصبح هعمل ايه 7 الصبح؟ مفيش حاجه تتعمل في الساعتين اللي انتوا سبتوني فيهم دول. هنام بعدين وانا جاي من الفرح وما لحقتش اتخمد. ايوه انا الحاجات دي طبعا ما فيش حاجه اسمها كده. ايه يعني حوار ان حد يجي لي وبتاع والعبط ده ما اتجوزت. اوكي مفيش حد جالك؟ مفيش حد ولا حد عتبها. مين اللي خبط عليا الصبح الساعه 10 الصبح ده؟ مانع القصه دي تماما. مانع. يعني قلت ايه؟ قلت لاي حد شاكك انه ممكن يجي لي، قلت له مفيش حاجه اسمها كده، اللي هيخبط عليا هيبقى في مشكله كبيره. مش هتفتح يعني. افتح دماغه يعني انت الصبح محدش داخل عليك بصينيه فيها لا الصينيه وبط وحمام مشكورين جدا. كل الحاجات الحلوه دي موجوده من بالليل، احنا بس بنسخن. هو انت معلش بما انك اتجوزت يعني هو الحاجات دي بتتاكل اليوم ده؟ هي بتتاكل كلها على مدار الاسبوع اللي احنا انا هقول لك. انت اول كام يوم في الجواز كده تبقى يعني اللي هو قبل ما تسافر مثلا مخطط انك هتسافر وبتاع، في 3-4 ايام كده قبل ما تسافر. اوكي ال3-4 ايام دول انت بتبقى عايش كينج. اوكي ملك. يا دوب بس تعمل كده تلاقي حمامه في ايدك لسه طافي واحده والله. تروح واكل حماميه وهكذا. تزهق تاكل بط، تزهق تاكل مش عارف ايه. قاعد مبسوط جدا. وانت طب ما الجواز حلو اهو. والناس متضايقه ليه؟ وتتسافر وبعد كده تقعد اسبوعين ولا اسبوعين حلوين جدا، وبعدين ترجع تلاقي البيت فاضي، تلاقي الاكل خلص. الاكل خلص. وانت متعود بقى قبل ما تتجوز تفتح ثلاجه تلاقي اكل. اكيد ابويا هحط حاجه وامي هتحط حاجه، هنمشي هتقضى. لكن دلوقتي تفتح ثلاجه المفروض انت دلوقتي اللي تحط حاجه في الثلاجه. اوكي هنا بقى بعد شهر العسل بتكتشف في الحته دي تكتشف ان مفيش لبن ومش هيبقى فيه. انت اللي لازم ما انت تجيب. ايوه انت اللي هتجيبه وهتبقى في الثلاجه. بالظبط. تصدق ده موضوع على فكره. الموضوع هو ماديا اكيد صعب، وعلى واحد زي كمان في فكره الذاكره. انا مستحيل افتكر انا جبت ايه ونسيت ايه. ما انت ان شاء الله ربنا يرزقك بنت الحلال تكون هي بتركز والله لو عملت ايه انا محتاج حد يكتب لي على صدري الحاجات. تقعد بماركر كده تعلمني على. هي ممكن تطلب عامه، مش لازم تجيبي انت. ولو على الفلوس انا الثلاجه هملاها لها دهب اغرقها، تسالني رايح فين وجاي منين، ده مش بتاعها. الراجل ده خريج حقوق بيدور على عروسه وجد جدا للتعارف الخاص، للتعاقد. جد جدا للتعاقد. الغريب بقى ان احنا عندنا في مصر فكري كل مناسبه ليها اكله معينه. انا معلش ممكن ارجع سنه كمان لو مش مرتاح ورا فاضي. اتفضل فاضي تقدر ترجع. في اللي هو الشخص خلاص هيتجوز، في يوم الحنه، في حنه بتاعت العروسه وحنه بتاعت العريس. حنه العروسه دي انا اسمع عنها بس ما تشوفتش. لا
اقول لك الصراحه نفسك تشوف؟ لا مش نفسي. مره شفتها غلط. يعني ايه شفتها غلط؟ شفت ايه غلط؟ كنت طالع لواحد صاحبي وشفت غلط، بس هم اللي غلطانين مش انا، هم فاتحين الباب يعني. ده شقه ما وانت طالع فوق فلقيت لمحت حنه شغاله جوه. حنه. يا نهار اسود وبنايل. طب ممكن القيامه هتقوم من المكان ده. المكان ده القيامه هتقوم منه. اللي كان حاصل جوه والله في الثانيه اللي انا شفتها. بالك بقى الناس اللي قاعده جوه نص ساعه ولا حاجه. طب هم ليه فاتحين الباب؟ الله اعلم، دي قصه غريبه جدا. انا كمان عامه انا مش من النوع اللي بيمشي باصص تقعد تبص في البيبان كده. لا مش بعمل كده والله. انا عارف مش اكيد باص كده، بس أيوة لمحت حاجه. بس فلما اللمحه دي الحمد لله ان احنا ولادنا رجاله. ليه الدرجه دي؟ كان زحمه قوي ورقص. طب ما دي حاجه حلوه يا عم فكري ولا ايه رايك؟ ولاد. مش دي حاجه حلوه برضو ولا ايه الدنيا؟ هي حاجه حلوه بس مش يعني عشان الناس وكده يعني. مش عارف، بس انا من ضمن الحاجات ان انا لسه ما عملتهاش في حياتي ان انا احضر حنه. يا ابني ما انت مش هينفع تحضرها ان شاء الله. عندي امل ان انا هتعملها ازاي يعني؟ احضرها يا عم. اي احضرها ايه لا الحاجات اللي بتلبسها على دماغك كده كانك جوه حنه وبتاع. لا الحقيقي مختلف والطبيعي يوكل طبعا. ما ينفعش البلدي يوكل. البلدي يعني. حنه بقى الرجاله بيبقى في الشارع غالبا شغالين مزيكا وبيضربوا بعض. في رقص اللي هو العنيف ده. بالظبط. انت عارف ان انا مره زمان حضرت، كان عندنا حنه في حد عندنا هيتجوز، مش فاكر مين بالظبط والله، بس كان في حنه موجوده عندنا في الشارع. فنزلت لقيت ترابيزه عليها تورتايه كبيره قوي شكلها حلو. قلت لهم سيبوا التقيل. لا تورتايه كده. خد التقيله بتاع. رحت رايح في الديره ورحت واخد حته بصباعك. ورحت رايحسها، طلعت دي الحنه. طلعت دي مش تورتايه والله بجد. انت اتحنيت قبل كده؟ لا انا اكلتها قبل كده. لا عامه يعني في حد حناك؟ بقرف يا ابني، بقول لك الموقف ده خلاني ابعد عن اي حاجه فيها حنه وفيها الوان الحنه هي الحنه مش حاجه مقرفه عامه. لا الموقف ده خلاني ما حصليش ده قبل كده. انا لحستها اكلتها. أيوة. كلتها وبعدين كلتها بعشا من دي شوكولاتايه، فصباعي مش بالعسل حطيتها في زوري قبل ما حد يشوفني يعني. فلطعتها كده فالدنيا كانت صعبه جدا. يا نهار اسود والله العظيم عمري ما هنسى. فمن ساعتها وانا بكره الحنه. مقفول جدا يعني. بتكره طعم الحنه وما احضرهاش كمان الا لو يعني حنه تانية. هتموت انت وتحضر حنه. نفسي الصراحه والله هتفرج، مش هعمل حاجه، بس عايز اعرف ايه الانشطه. عشان فاكر لما قلت لي انك عايز تطلع دكتور نفساني علشان دكتور امراض نساء وتوليد، عشان فضول تعرف ايه اللي جوه. انا برضه فضول والله. انت عايز تروح فضول بس مش هعمل حاجه. يا عم كتفني. خلي بالك انا مش مسؤول عن الموضوع. انا مش بشغل حنن تحت ايديا وبوديك واحده. حنن. ايوه حنن. مش جامع حنن. ايوه صح. وجامع اسبوع. اسابيع. بيقول لك بقى ان في كل مناسبه عندنا مرتبط الموضوع باكله. زي ما قلنا العريس بيجي له حمام وبط ولازم منه يعني. شم النسيم بناكل فسيخ ورنجه. دي حقيقه. انا باكل رنجه وما باكلش الفسيخ زي ما قلنا قبل كده. والعيد طبعا العيد لحمه. وكحك وبسكوت. رمضان كل حاجه. عيد العمال بناكل الاثنين من مصنع غزل ونسيج. صدق احنا عندنا عيد عمال وعندنا شم نسيم، عندنا عيد تحرير سينا، عندنا عيد كتير جدا. والحلو فيهم ان هم اجازه كلهم. وفي اكله مرتبطه بتروح تاكل حاجه. لا مش شرط، بس انت دلوقتي خليت ناخد بالي ان احنا عندنا اعياد كتير. احنا عاملين عيد الحب عندنا 2. المصري والاجنبي. ايه ده؟ عند المصري منه ده فرز ثالث مثلا عيد الحب ده. انا بنفض للاثنين، ما بحتفلش بعيد الحب الصراحه. ازاي يا اشرف؟ ما بحتفلش بعيد الحب يا ابني، انت راجل متجوز. ايوه طب انت يا اشرف ايه الاحتفالات؟ احنا كل يوم عندنا عيد حب. مش محتاج يبقى عندي يوم واحد في السنه احتفل بيه بالحب يعني. ده للناس التانية. عشان كده ما بحتفلش بعيد الحب. اللي هو بتاع 14/2 ده. حاولت اعديه على خير وبلاش نرمي اليمين دلوقتي. الا لو انت مصر ان نرمي اليمين النهارده يعني. لا انا عادي. طب انت عامه يعني الاحتفالات الزوجيه دي بتحتفل بيها؟ يعني هو عيد الجواز، عيد والله عيد الجواز انا عامله بتاريخ مميز جدا علشان ما انساهوش مبدئيا يعني. كام؟ 10/10/2020. شفت تمييز اكتر من كده؟ 10/10/2020. 10/10/2020. انت فرحك كان في 10/10/2020؟ 10/10/2020. يعني انت اتجوزت يوم 10/10/2020؟ يوم 10/10/2020.
والله العظيم جدا يوم 10/10/2020 عشان ما انساش. وفعلا بقى لازم كل 10/10/2020 نعمل حاجه. كل 10/10/2020 يعني كل 10/10 نعمل حاجه. اوكي. طب احكي لي عن مره منهم مثلا. مش لازم يعني فاهم، احكي لنا مش لازم تبقى حاجه اللي هو انا يا عم هو انا بقول لك خدتها ورحت دبي وخليت صورتها تترسم على برج خليفه، مش لازم. ايوه صح، في حد بيعمل كده؟ في يا عم ده يرسم صورتها على برج خليفه. دي كان باكج لسه معموله، شفتها في شركه سياحه اللي هو اتنين بيحبوا بعض، ومش غاليه والله. هي غاليه يعني غاليه، بس هي مش غاليه في نفس الوقت. ايه يعملوا ايه؟ ب 20,000 جنيه. ايه الباكج؟ تجيب صورتها على برج خليفه. صوره مراتي على برج خليفه؟ يعني انت عايز بتحبها قوي فهتفضحها قدام شوف انا متجوز، مش عارف الحلاوه. شوف انا متجوز ايه. والله العظيم. لا ما ب 20,000 جنيه. وانا هنا في مصر، يعني انا قاعد هنا في مصر وصورتها معروضه على والله عايز تروح ادفع، روح سافر هناك هتشوف الصوره. يعني ال 20,000 جنيه بس ان صورتها تتعرض على كوبري مش شامله. كوبري خليفه ايه يا عم؟ ده هنا كوبري خليفه، ده في شبرا. كوبري خليفه ده هنا برج خليفه. ايوه يعني ده ال 20,000 جنيه مصاريف عرض الصوره بس، مفيش مش شامله مصاريف عرض الصوره. انت ليه حطيتها في وسط بند وفي وسط ورق؟ مش هدفع فلوس مصاريف عرض الصوره. ايوه ماشي اوكي. هو انت هتحول لهم الفلوس يحطوا صوره المدام؟ شكرا. طب ليه وانا هنا؟ عايز تروح روح يا اشرف. مش مصاريف دي يا ابني، بقول لك برج خليفه ودبي، انت مصاريف ايه اللي الناس دي ما بتفكرش في فلوس؟ صح الناس اللي هي عندها ده لحد اللي هو قاعد الدنيا بس والله 20,000 جنيه يعني في حركه ممكن ترجع بيها علاقات مع مراتك مش كتير. ما بقولكش انت، بتكلم عامه يعني عشان بس لازم تفهمش غلط. ما بقولكش انت قصدك لو حد مزعل، مراته بالظبط. بس لا ربنا ما يجيب زعل ولا الفلوس دي كلها. يعني وليه اصلا كتير؟ لا انا ب 20,000 جنيه ممكن اجيب لها حاجات تانية كتير جدا احلى. تمام. طب انت ممكن تحكي لنا عن مره كده؟ بتختبر ذاكرتي، بس انا هفتكر واقول لك. يعني مره مثلا رحنا كلنا بيتزا في المطعم اياه اللي قلت لك عليه. ايوه عارفه. وبعد ما خلصنا جبت لها حاجه انا مش فاكر هي ايه والله العظيم لحد دلوقتي. والله مش فاكر. اوكي. بس اكل يعني. احنا بنحب قوي باي مناسبه نروح ناكل حاجه. طب امال ليه مستغرب ان المصريين بياكلوا في اي مناسبه؟ مش مستغرب، ده انا بقول لك ده احنا عندنا في كل مناسبه فيها اكل. زي عاشوره مثلا. عاشوره والسبوع. السبوع بتاع اللي هو طعمه بيبقى معفن. ده ديجافو اللي بيحصل. والله العظيم هو شبه السودانيه، انما هو يعني طعمه ملبساه. ايوه ملبساه جواها سودانيه بالظبط، ملبساه جواها السودانيه. والعقيقه بتحضر عقيقه؟ دي ليه مكان السبوع؟ او ممكن ما تعملش بعد اسبوع، ممكن تتعمل بعدين. لا كبرت شويه كده. مش قصدي بعد اسبوع، بس يعني السبوع بيبقى اللي هو احتفالا بوجود مولود. فاكر المناسبه اللي انت جبت لنا فيها عيش ولحمه؟ ده كان مولد الحسين. طب عارف دي اسمها ايه صح؟ نفحه دي عامه، ده اللي ما يعرفهاش، هو بيبقى حد عامل اكل اطعام، يعني عامل اطعام والناس تاكل وكده احتفالا فبيطلع عليها نفحه لله يعني. بالظبط. فكان في حد خد مني النفحه دي وكلها، المفروض ان هو حد مش فاهم ده ايه يعني، وكلم حد بيقول له لا خلاص انا اكلت نفحه، انا اكلت نفحه هنا مع فكره. كان فاكر ان العيش ولحمه ورز اسمهم نفحه. مفيش محل هنا بيعمل نفحه. في مشاريب ليها علاقه بقى بالمواسم، يعني مثلا انا مشاريب رمضان دي كلها انا بحبها. اللي هو التمر حتى العرق سوس بحبه. لا ده انا بحبه. هنا نقف وقفه. طب انت جربته؟ جربته طبعا، وجبت كل اللي في بطني بعديها على طول اول ما خلصت الكوبايه او اول بقين. جربته منين؟ يعني كل حته في البيت ولا جايبه؟ هو مجرد ما بقرب من بقي الكوبايه كده الريحه بتاعته، فاهم قصدي؟ يا رب ما اشمها. انا بحبه جدا الصراحه، وبحب التمر هندي مش الكركديه. بحب التمر الالوان. لا ما بحبش الالوان ده. انا بحب الالوان الصراحه. التمر الهندي الالوان الصناعيه، لكن التمر الهندي الطبيعي ما بحبوش. ليه يا ابني القرف ده؟ ده خطير، الالوان والله احلى بكتير. وحش جدا. ده بيعمل حاجه على اللسان ايوه بيعمل الوان وبيعمل حاجات هنا كده في الزور. لا ما بيعملش حاجه في الزور. لا والله بيعمل ترسبات كده في الزور. انا بقى ما انا بشربهاش. انا بشرب التاني بقى اللي هو الالوان ده. لا انا بحب التمر الهندي العادي والسوبيا. انت عارف ان في ناس ما تعرفش ان في سوبيا بتتاكل؟ في ناس ايه؟ في ناس ما تعرفش ان في سوبيا بتتاكل. ده السوبيا بتتاكل دي خطيره. وفي منها المززه. في منها ليه؟ المززه. انا بحب المززه اكتر من الحلوه. انا بحب الاثنين. لا انا مش بحب السوبيا الحلوه دي، بحسها شبه الرز بلبن. طب انا بحب الرز بلبن. طب ما كل رز بلبن ليه تاكل ليه سوبيا شبه الرز بلبن؟ طب ايه تاني؟ انا شايف ان احنا ممكن نكمل، ولكن تديني واحده هل تعالى يعني نكمل، ولكن
بعد هل تعلم. والآن مع فقرة هل تعلم والطالب محمد أشرف. هل تعلم ان ممنوع شرب الكحول قدام البقر في الهند، وممنوع شد السيفون بعد الساعة 10 في سويسرا. ده في حالة ان انت سافرت بلدين ورا بعض، عشان تاخد بالك جدا لو هتعمل تور او حاجة. بالظبط، ان انت لو شربت خمرة هناك ماسك بتاع كده وعمال بقى ماشي في الشارع، شفت بقرة ايه ده بقرة، لا مؤاخذة والله. اقول لك اشرف خلي بالك عشان احنا داخلين على زريبة. ارمي ازاز عشان داخلين على زريبة. ارمي اللي انت ماسكه في ايدك ده. يعني البقر هيعمل ايه في الهند، لو قصدي هيعمل ايه لو شافك بتشرب خمر؟ عشان هما بيعبدوا البقر ده في الهند صح؟ تقديرا في الهند. عامة هم في الهند بيعبدوا حاجات كتير. مرة كنت بهزر والله ما بهزر، والله كنت بهزر والله ما بهزر. مرة كنت يعني داخل المول، فالبتاع اللي بتفتح لوحدها دي، فانا داخل رحت عامل كده فسنكت بالظبط. انا اشرب مع الفتحة. كان في واحد هندي واقف والله العظيم مبرقني، عمل لي كده، حسيته هيعبدني. اهرب عشان بيعبدوا اي حاجة فجأة. انبهر باللي انا عملت. لا في الهند حاجات غريبة يعني. في واحد في الهند قبل كده بيقول لك بيعبد خرم في الحيطة. يمكن هو اللي خرمه والله بجد. لو ما تسأل ليه بيقول لك علشان كان بيبقى عنده صداع، الخرم ده بيجيب هوا، فبيحط دماغه قدام الخرم بتاع الحيطة، فالهوا ده بيجي على دماغه يشفيه، فقرر ان هو يعبد الفتحة اللي في الحيطة دي. مع ان هو خلي بالك يعني الطبيعي المنطق يعني يقول ان هو الهوا اللي خلاه يتشفي، والهوا ده ربنا اللي جايبه، فالمفروض يعبد ربنا يعني. لا هو قرر يعبد الخرم، اخر حتة خارج من الهوا. الاند يوزر. هو عامة هناك الدنيا يعني. في برضو انا كنت بشوف حاجات كده عن العبادات في الهند يعني، من الموضوع بيضحك فشخ يعني. صح. كان حد اتسأل برضو بتعبد ايه، قال له امتى يعني عشان هو الصبح بيعبد حاجة وبالليل حاجة تانية خالص. ايه يا عم ده؟ الناس بقول لك اهو بيشربوش خمر قدام البقر. انت عايزهم يعملوا ايه؟ والتانية ايه؟ في سويسرا بقى ممنوع شد السيفون من بعد الساعة 10 مثلا. بس انا عارف المعلومة دي. ليه بقى؟ عشان الزيطة. عشان ايه؟ الزيطة. السيفون بيعمل صوت السيفون. ماشي. فممكن تصحي الناس. ده بجد ولا انت؟ والله العظيم بجد. وممنوع تعمل انا اسف اللي بقوله ده. انت كراجل ممنوع تعمل بيبي وانت واقف في سويسرا، عشان الزيطة برضه. غير لو هتنشن كويس. يعني ايه زيطة؟ يعني غير لو هتوسطن الدنيا بحيث ان ما تعملش صوت. ما انا اكيد اوسط الدنيا كده. بس قصدي يعني لا ممنوع خالص. ممنوع تعمل بيبي وانت واقف في سويسرا. بالليل برضو يعني، الصبح عادي زي ما انت الصبح بقى. يبقى انت عايز تروح فين؟ لازم ابقى قاعد في سويسرا. انما بالليل ما ينفعش وانت واقف. طب ليه ما شدتش السيفون؟ يعني دلوقتي تعالى نتخيل ان انا مثلا قمت من النوم الساعه 12 بالليل ولا واحده، مزنوق جدا، ودخلت رميت نقله. يعني دخلت طلعت كل اللي عندي. اسيبها ما افتحش الحاجه؟ لا استنى الصبح بقى. ليه طيب؟ ايه القرف ده يا عم؟ انا مالي. بس عندك معلومه تقول لي. ايوه والله بجد عشان الزيطه. بس انا معاهم على فكره. قصدك الدوشه؟ ما هي الزيطه اللي هي الدوشه. ما الزيطه دي اصل مستغرب جدا. انا بحسب كلمه من كتر الموضوع غريب بحسب الزيطه دي قصدك حاجه ثانيه. مش قصدي الزيطه اللي هو الصياح وكده، لا الدوشه بس. الدوشه غلط. طب يعني هم مش تمام مع الدوشه بس تمام مع الريحه مثلا، ولا هم موسطنين الدنيا ما بيعملوش حمام بعد الساعه 10؟ ما هم خلي بالك الجيران مش هيشموا ريح غير لو انت طلعت الجيران توريهم انت. ساعتها ممكن لو هتكرم على حاجه. اخر عملي بالخرا. الله. ف يعني الصبح شد بقى السيفون زي ما انت عايز، استنى 7 بالدقيقه عامة الكلام ده لو في سويسرا، وانا لو في سويسرا اصلا مش هعمل حمام، مفيش وقت ان اعمل حمام عشان اكيد هبقى قاعد ساعتين 3 في سويسرا، عايز الحق اعمل اي حاجه هناك. ليه؟ هاجر هعيش في سويسرا اكيد هتبقى رحله. هستغل كل وقت مش هعمل حمام. سويسرا عامه متهيألي ان هي الناس هناك يا ابني بيموتوا من كتر الغنى. ما عندهمش حاجه بلا طموح، ما عندهمش اعياد، ما عندهمش مناسبات. دول يا ناس وحشه، الناس صعبه قوي، حياتهم صعبه جدا، ربنا يعافينا. اديك واحده هل تعلم؟ اديني واحده هل تعلم. خلي بالك برضو هل تعلم مختلفه مرة. طيب والان مع فقره هل تعلم المختلفه برضو، والطالب فكري طارق. هل تعلم ان اصل مثل اللي على راسه ريشه ده بيحكي
ان كان في واحد فقير قوي اشرف. ايوه حاسه كبرت. انا معاك، لا كمل. واحد فقير قوي، ده اصل مثل اللي على راسه ريشه. اللي على راسه ريشه ولا واضحه؟ ده اللي على راسه ريشه. اللي على راسه ريشه. انت على راسك ريشه. ايوه عارف بقى المثل ده. ايه اصلها بقى؟ اصلها ان كان في واحد فقير قوي عنده دجاج كتير، فراخ يعني. وبيتربح، ما لازم باللغه العربيه فصحى عشان هو في فقره ثالثه تعلم. صح. وبيتربح منها. تمام. بيكسب قوت يومه من هذا من الدجاج. من الدجاج. واذ فجاه هذا الدجاج سرق. اوكي. سرق منه. تمام. وتوالت هذه السرقات. يعني ايه توالت؟ تكررت. اتسرق كذا مره يعني. اتسرق كذا مره. اوكي. فذهب للشيخ بتاع القريه فقال له، راح بلغ الشرطه. زمان زمان لسه الدنيا كانت لسه في البدايات. فراح للشيخ وقال له ان انا كل يوم بأسرق، فشوف لي حل. شوف لي ده صيني. شوف لي ده صيني. شوف لي حل. فالراجل قال له خلاص انا بكره في الصلاه لو احنا بنجمع الناس دي انا هشوف لك الحل. اوكي. فجاب الناس كلها وهم بيصلوا وقال لهم ان الشيخ ان الراجل الفقير ده كل يوم بيتسرق منه حاجه، بس الحرامي غبي لانه نسي يشيل الريش بتاع الفراخ من على دماغه، فالحرامي راح عامل كده. هو مفيش حاجه على دماغه، هو بيقول كده عشان الحرامي يكشف كده. وقع الحرامي من هنا. فاللي على راسه ريشه بقى، فاللي على راسه ريشه اكتشفوه. يا نهار ابيض. شفت؟ ودي كانت فقره هل تعلم. دي كانت فقره هل تعلم. كل دي والله العظيم هايل يا عم. بس بذمتك انت كنت تعلم؟ لا ما كنتش اعرف. حد فيكم كان يعلم؟ والله مجهود محترم. وانا كمان اتبسطت. انا كمان اتبسطت ان هم عرفوا حاجه جديده. الحمد لله عدت على خير. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. على ذكر بقى المناسبات، لو لسه فاكر حوار المناسبات. فاكر قبل هل تعلم جرام فاكر. كان عندنا مش هقول لك هي مين بالظبط يعني، عشان مش عايز اقول هي مين بالظبط، بس في شخص عندنا في العيله بيحب قوي ان احنا نروح في المناسبات هناك. بس المشكله ان هي، انا قلت ان هي، فدلوقتي عرفنا ان هي ست. عادي، بس احنا كلنا ما نعرفش عيلتك. مشكله ان هي ما بتعرفش تطبخ تماما. دي كارثه دي يا اشرف بكل المقاييس والله العظيم. لان عزومه يعني هاكل. كلمه عزومه معناها ان احنا هنيجي معزومين على حاجه. بالزبط. انت بتعرف تجامل في الاكل ولا ما انا هقول لك بقى. انا اللي فاكره اخر مره دي كانت كارثيه. رحنا قعدنا، عملت مكرونه بشاميلي ولكن يعني ممكن تكون اسوأ مكرونه بشاميل. لو هنعمل مسابقات هتستحوذ على جايزه اسوأ مكرونه بشاميل في التاني. فجت قالت لي بعد ما خلنا، ايه رايك في المكرونه بتاعتي؟ قلت لها الصراحه يا طنط انا ما شفتش كده قبل كده. قالت لي ايوه انا عجبتك؟ قلت لها بقول لك ما شفتش حاجه زي كده قبل كده خالص. مفيش حاجه في الدنيا زي كده. زنقاك برضه. ما بالظبط والله ما عرفتش اقول لها ايه. المهم الموضوع خلص وانا قعدت اكل كده على مضض ومتعصب وعايز اخلص عشان اكل، عشان انا جعان. عايز انزل اكل يعني. فقالت انا هعمل لكم عصير مانجا. فقلت الحمد لله ما فيش اختراعات. قلنا خلاص بقى ربنا هيكرم بعصير مانجا ما فيش اختراعات. مانجا حلوه كده ربنا يعني. دخلت يا باشا وخابت شويه. رجعت معاها صينيه مليانه كذا شوب مانجا كده مشبر وشكله فاهم. يا لهوي يا العوض ربنا لما يجي في معايا ده. رحت ماسك كوبايه وبشرب، لقيتها حاطه ملح مكان السكر عشان اتلخبطت، فعملت شوب ميه مخلل. والله العظيم ويسكي. خلاص بقى الجزء ده المريء بدأ يسب ويلعن بقى، اللي هو في ايه يا استاذ؟ في يا جماعه اللي فوق عملت تحديد حاجات زي الخرا. بس ده لا طب يعني دي مش غلطه. دي مش غلطه وعملت الكميه كلها. طب هل رحت عندها تاني؟ ما هم مضطرين بقى، بس انا دلوقتي ما بروحش خالص بقى. بتروحش خالص؟ ما بروحش الزيارات عامه. طب هل بعد الواقعه بتاعت المانجا رحت تاني؟ رحت مره تانية اكلنا. عارف كسكسي؟ عارف كسكسي بحبه. المفروض ان هو مسكر بس هي كانت رشه فوق مش سكر، رشه ملح برضه. طب يمكن يا عم يا جماعه يمكن مشكله في النظر خالص عالجوه. لا خالص والله. تسرع اللي هو يعني بنعمل حاجه تروح ماسكه العلبه وهي منتهى التسرع كده. ايه يا عم ده؟ معرفش ليه
لا انا بقى في عزومات انا ما بقتش اقدر اروح. زي ايه؟ زي العزومات اللي هي بتاعت بين فرح بنت خالة امي. مامتك بتروح اصلا الفرح ده؟ هي بتروح تمام، وبتقول لي ان طنط اللي هي بنت خالة امي قالت لها لازم فكري يجي. هي عارفاك؟ انا الراجل انا الست مش شفتهاش قبل كده اصلا يعني انا الست انت خالد ما اعرفش اسمها ايه اصلا يعني فاهم يعني. وبعدين انا هروح هخش هيقتصر دوري على مبروك، العريس نفسه ما يعرفنيش، العروسه ما تعرفنيش، الست دي تقريبا جملة امي قالت لها هاتي فكري معاكي عشان انا قاعد في البيت لوحدي يعني لو مش لاقي حاجه اعملها يعني. فبطلت تماما اروح الحاجات دي. صعب قوي الصراحه. وانا في بعض اصحابي وده برضو بحب اعتذر لهم من خلالك يعني، بيزعلوا مني عشان ساعات من خلالك انت انا ساعات ما بروحش افراح اصحابي. اوكي. بس بيكون عشان صاحبي ده مثلا انت ساعات بيكون ليك علاقه بصاحبك، بس صاحبك ده في وسط شله كبيره، الباقي مش اصحابك يعني. مثلا صاحبك من حته من شغل مثلا، اوكي، هو ليه صحاب وليه دنيته وليه، هو صاحبي وحبيبي وكل حاجه، بس هو بس اللي صاحبي. ماشي، فاهم حاجه؟ فانا بحس ان هي تقيله قوي، مش بس عليا وكمان على الدنيا كلها ان انا اروح ابارك لواحد انا ما اعرفش في الفرح غيره، فالمفروض اروح ابارك له وامشي. ده بفهمه. في بقى الابجح الابجح ان هو فاكر انت العلاقه اللي من شويه دي، يعزمك على فرح اخوه، يعني اخو صاحب صاحبك. ايه ده يا ابني؟ ايه ده؟ لا طبعا ما تروحش فاكس. انا طبعا مش هروح انت الواحد الفرح ده توقع محتاج انك تروح وتلبس وبتاع، قصه يعني كبيره قوي يعني. بالظبط. بما انك بقيت اب كمان، هل هتخليهم يحتفلوا معاك بعيد الاب؟ انا والله يا فكري اخويا انا اكتشفت ان في عيد اب السنه دي مبدئيا، واكتشفت بعد. انا كمان خلي بالك انا برضه لسه عارف حالا ان في عيد حالا النهارده لا في عيد اب وكل حاجه والناس بتحتفل كل حاجه، بس انا عرفت بعد ما عدى بيومين تقريبا ان النهارده عيد الاب. طب كلمت ابوك قلت له كل سنه طيب؟ انا عرفت ان هو عدى بعد ما عدى بيومين. كنت كلمه قلت له يا بابا كان اول امبارح عيد الاب كل سنه طيب؟ بس بقيت 30 سنه ما اعرفش ان في عيد اب اصلا، ولا ابويا عارف، ومش عايز افتح عيني على القصه دي. ما كفايه عيد الام يا فكري. انا عيد الام فكري بيعدي عليا، يا رب يعدي عليا كل سنه عشان ده يوم جميل جدا بالنسبه لي. طبعا بجيب هديه لامي الله يبارك لها، وهديه لحماتي ربنا يخليها لنا، وبجيب هديه لمراتي ست الكل. 3 هدايا 3 هدايا في نفس عيد الام، في نفس اليوم. انت اتشليت من سعر الحاجه لسانك تقل يعني. الحمد لله الحمد لله. بس برضه عشان مبقاش كذاب ما بروحش اجيب يعني كوليه ذهب يعني، انا بجيب حاجات بسيطه والهديه بقيمتها مش اللي هي مش بقيمتها، الهديه بمعناها. انت مقضيها كده؟ انا دايما مقضيها الهديه مش بقيمتها والله العظيم. انت عشان معكش قيمتها وانا بديها للشخص اقول لك اتفضل جبت لك القلم ده هديه والهديه مش بقيمتها اتفضل. انا بقولها كده والله العظيم علشان هي فعلا الهديه بان انت افتكرتني اصلا. بالظبط. انا مش جيت وانا مش جيت قلت بس طيب حصل بس. طيب هل كان ومعلش بالمناسبه انا من النوع بتاع الابهات اللي مش عايز حد يحتفل بيا، انا مش قادر مش عايز. انت مالك يا اشرف؟ في انت منطفي ليه يا صاحبي؟ كتير اعياد كتير قوي فكره والله. لا انت عامه من زمان، مش من زمان منطفي قصدي، بس يعني من واحنا بنتكلم دلوقتي انت لا عايز تحتفل بعيد ميلادك، ولا عايز حد يحتفل بيك في عيد الاب، ولا عايز حد يجيب لك اكل الصبح في الصباحيه. طب انت ليه يا ابني كده؟ عشان عادي ما عايز، مش عايز دوشه ايه؟ احتفالات ما بحبش الاجواء دي خالص. عارف ليه؟ علشان ده سبب من الاسباب يعني. علشان الاجواء دي اللي هي بتاعت والدنيا كل سنه وانت طيب وبتاع، انا ما بعرفش يعني. بيبقى ردودي كلها اللي هو حبيبي ربنا يخليك انت طيب، بقول له كده. ما مش بتبقى لايقه قوي على اللي حاصل. بس ساعات يعني مثلا ابنك يعني ده يوقع اي حد كده، اللي هو انا عامل لك مفاجاه والدنيا وانت ليه مش بتتنطط؟ ولا انا فرحان قوي ان انتوا جيتوا. طب انت جبت هديه؟ طب ما لابوك قبل كده؟ جبت ايه؟ هديه لابوك قبل كده؟ جبت هديه لابوك قبل كده. عمل ايه؟ حطها جنبه كده. ازاي؟ جبت له جزمه كده حلوه قوي وبتاع، قال لي ليه كده؟ قلت له اهو يعني ايه ليه كده؟ اللي هو كلفت نفسك اديته جزمه. جبت له جزمه هديه خدها وقال لك ليه كده؟ اللي هو ليه كده تعبت نفسك يعني؟ قلت له والله اي حاجه. قال لي ماشي خلاص ماشي. طيب بروح ماسك الريموت قال كده. والمضحك بالنسبه لي ان ده كان يوم عيد ميلاد امي. ايه ده؟ ما كنتش فاكر والله. وبعدين قلت بقى اجيب هديه لابويا،
واكتشفت بقى واحنا قاعدين يعني انا دخلت معايا شنطه شكلها هديه كده وبتاع، فدخلت وقعدت هم كلهم قاعدين، فاخواتي قالوا ده انا عشان النهارده عيد ميلاد ماما. فرحت قايل ماما انا جبت لك جزمه هايله قوي. ايوه صح طبعا انا فاكر ان النهارده عيد ميلاد ماما، وبمناسبه ان النهارده عيد ميلاد ماما انا جبت جزمه لبابا. امسك يا بابا. فبس خدها مني وقال لي كده بقى كده بس. طب ما يمكن اشرف انت كمان كده، يمكن انت طالع له. لا انا بقعد اقول يا جماعه يا نهار ابيض يا لهوي وازاي يعني انتوا افتكرتوا ازاي ان انا كنت يا لهوي. طب هل انت بتعمل كده عشان شفت ده مش عايز تكرره تاني مثلا؟ اللي هو ايه؟ اللي هو عشان ابوك ضايقك مثلا في انت ما ضايقنيش خالص، بس انا في طبيعتي مش اللي هو بيطلع انفعالات قوي وبنحتفل عشان. طب انت بتجيب رنجات هدايا ايه في الام عيد الام؟ يعني رنجات الهدايا ايه؟ فلوس؟ لا مش فلوس، بتجيب ايه؟ اللي هم يعني بقعد اسال اخواتي بقى ماما نفسها في، بتعرفش ماما نفسها في ايه؟ يقولوا لا تنسى ان الدنيا تتظبط والحال يتعدل. لا انا عايز حاجه اعرف اعملها. عايز حاجه ماديه لان كده مش تحصل كويسه. فبيقولوا لي مثلا على حاجه عايزه مثلا كذا، عايزه جزمه، عايزه طرحه، عايزه شنطه، الله اعلم هي عايزه ايه يعني كل سنه. وساعات ببقى خلاص مش لاقي اي حاجه فبضطر ارتجل بقى. اوكي. انا امي دايما بتوضح يعني قد ايه انا بحبها للناس بحدوته انا شخصيا مش فاكرها، انما هي فاكراها وانا بحبها قوي. ان مره وانا في اولى ابتدائي عرفت ان النهارده عيد الام، وكان معايا 75 قرش وهي كانت بطنها وجعاها، فنزلت جبت لها 7 وطلعت. ده ازاز الصاروخ. يا سلام. وقلت لها كل سنه وانت طيبه بمناسبه عيد الام. شربتها جالها قرحه في وراحت المستشفى. ده انت جبت لها قرحه مش هديه بقى. بس ان بطلت بقى القصه دي من ساعتها. ما بجيبش هديه بقى. بس كويس والله ان انا هديه. انا الناحيه الثانيه من الموضوع، انا الهديه بقى انت هديه. انا العيد والعيديه والحاجات دي. انا هديتك كمان في الدنيا. لا بس دايما بيكون في جزمه، شنطه، فسحه. ده انت بتحتفل بمامتك يعني؟ اوكي. اخر حاجه جبتها لك كانت ايه طيب؟ دي فكرتك ها؟ لا بفتكر والله اخر حاجه جبتها لك كانت غالبا شنطه. اوكي. كان شنطه. هي بتجيب لك هدايا في عيد ميلادك طيب؟ ايه جابت لك اخر مره جابت لي بدله. مره بدله ظابط ها؟ بدله حمراء. قال لي بدله حمراء. ومره جابت لي مش فاكر والله العظيم. بس امي، لا عامه امي يعني هي اللي بتحتفل اصلا. يعني اغلب الوقت هي اللي بتحتفل. احنا دايما عندنا خروجه يوم عيد ميلادها ويوم عيد ميلادي. طب اخر خروجه كانت فين؟ رحنا سينما وبعد كده كلنا. وبعد كده انا وامي في اتفاق ضمني كده بينا جميل قوي. عشان امي بتحب تتكلم كتير وانا بتتكلم كتير. بتحب تتكلم وهي عارفه ده يعني. محاميه برضه بالظبط. وانا انت المحامي الوحيد اللي ما بتتكلمش كتير. وانا ما بحبش اتكلم كتير ولا احب اسمع. انا ما بحبش اعمل حاجه. فاحنا في بينا اتفاق ضمني كده اللي هو انت اتكلمي قولي كل اللي انت عايزاه، وانا انت اللي ليكي عندي ان انت يعني تساليني في الموضوع اجاوب. تمام. انما اقعد مركز طول الوقت دي حاجه مش عارف اعملها. فهي مثلا تقول لي موضوع كامل، انا لو اطلع كده اخد نفس في اخد كلمه عن الموضوع وانزل تاني اتقوقع كده لوحدي. بس بتقفش. بتفهم انك مش مركز معاه. بالظبط. بس ما اصل احنا عايشين مع بعض فاهم يعني. بس حاجه جميله عامه انك تخرج مع مامتك لوحدكم كده. جدا. اي ام بتبقى نفسها في حاجه زي كده. بالظبط. هي كمان بتحب خروجه هنخرج وهنركز. بالظبط كده. هي كمان بتحب بقى اليوم ده لازم نعمل حاجه يعني ما عملناش قبل كده. مثلا تعال نروح مطعم تركي. في مطعم تركي هنا؟ ما اعرفش قبل كده مطعم تركي. لا في مطعم تركي بس مش هقول بقى اسمه، يكفي اعلانات. ماشي بلاش. والله العظيم. وتعالى نعمل البتاع اللي هي بتاعت النار دي، عارفها؟ ملح ونولع فيه فيعمل نار ونقعد نعمل كده وبعد كده نطلع الفرخه ولا الحمامه من جوه. دي قبيله في تنزانيا بتقعد بيجوا يعبدوها وبتاع. اللي هو الاكل المدفون في الملح. عارف براك؟ مش بتشوف الفيديوهات دي؟ لا انا بقى مش براك طلع هو اللي غلطان. هو اللي غلطان في ايه؟ هو اللي غلطان في القصه بتاعته هو ابوه دي. ايه القصه بتاعته وابوه دي؟ هو مش براك ده بتاع الاكل؟ في ايه يا ابني؟ انت كنت محبوس ولا ايه؟ في ايه؟ ليه يا ابني؟ مش براك طلع ابوه ايه يا اشرف؟ براك اللي هو بتاع الاكل. ايوه. طيب انا براك بتاع الاكل ده بالنسبه لي اول ما بشوفه بقلب على طول.
طيب الراجل ده بقى عشان كان عنده مشكله، كان عنده مشكله الراجل ده، بيعمل حاجات مش باصص كده، بيعمل لك نفس كان عنده مشكله. ايوه هو ده. خلاص ما تبقاش رخم زيه بقى خلاص. ايوه شفت رخام والله هو رخم. قلت لك ان هو انا من الفانز يعني. ابوه بقى طلع ايه؟ هو اسمه ايه براك ده، قال ان ابوه سرق منه المطعم بتاعه وخلاه على الحديده، والناس بقى شيرت بوستات حزن الرجال وقهر الرجال اوكي واعوذ بالله من الكسل والحاجات دي. وبداوا يقولوا ادعيه يعني. ايوه بالظبط، على صورة براك. ماشي. هو نفسه اكيد عشان اتظلم وابوه خد منه العقد. طلع بقى هو اللي غلطان يعني، طلع هو اللي كان عايز يسرق ابوه، وكان عايز يبيع الفرنشايز في كل حته في العالم من غير ما يدي ابوه حقه. هو ابوه مشارك معاه في الموضوع؟ مطعم المدينه. فابوه خد بقى المطعم منه ولا ايه اللي حصل؟ يعني ابوه خد منه المطعم. هو انا فتحنا السيره دي انا مش عارف ايه اللي ودانا عند براك في تركيا دلوقتي، احنا عارفين ما نعرفش حد هنا. افتكرت انا كنت بقول لك ليه على براك. مطعم التركي. المطعم التركي بيجيب لك اسمها ايه؟ أضنا حاجه كده. أضنا ده اكله أضنا. ماشي. فجزء من الشو يعني ان هو بيجيب الاكل ويجيب شويه ملح، بيقوم حطه على الاكل ويولع فيه. في الاكل والملح. او في الملح بس مش عارف انا، الله اعلم الاكل اصلا بيكون مستوي ولا هو بيستوي دلوقتي، مش عارف برضه، ما عنديش فكره. ده بيحصل اثناء وانت قاعد على الترابيزه، بيحط لك الاكل ني ويولع فيه. ما اعرفش ني ولا لا، بس هو في سلوفانه ومع مكبوس ملح ومتولع فيه وبيتخبط عليه كده وتك تك زي اللي هو بتاع قصر الكباب، حركات وبتاع. برضه قلت قصر الكباب. يوم بطلت تعمل اعلان للمطعم التركي هتلاقي قصر الكباب. يا عم بس الراجل ده مش محتاج، اللهم صل على النبي، ده بيجيب الراجل ابو بكرشه ده. ايوه تن كيف ممكن تقفل التيك توك بعد اذنك عشان عمال تفتح التيك توك تحدف علينا. اللي بفتكرهم يعني. بس فبعد كده بقى بيشيل الملح. يعني ايه بيشيل ملح؟ بيكسر الملح. ده كتل بس بيرش. يا عم رش ايه؟ لا بقول لك بيكبسوا ملح. ايوه بيبقى يعني ابيض، الاكل ابيض كده وولع فيه. بعد كده يقوم مكسر ده ويجيب لك الاكل. فامي بقى تحب الحاجات دي يعني، امي يعني لازم نولع في نفسنا عشان هي تبص. عشان هي تحس ان احنا كده خرجنا في عيد الام بس. طب انت ايه احلى هديه جات لك في حياتك يا فكري؟ وكانت ايه المناسبه؟ رجعتك 10 سنين ورا. احلى هديه جات لي في حياتي انا ممكن ما يعني خلي الهدايا بتاعت اللي هي الهدايا الرومانسيه دي على جنب. ليه نحطها على جنب ليه؟ مش عايز افتكرها دلوقتي. ماشي. جالي تيشيرت الزمالك من ايمن حفني. من ايمن حفني شخصيا؟ هو اللي اداهولك؟ لا هو اداه لحد يداهولي يعني. بعتهولك بشكل شخصي. خد ده ادي الفكره طارق اشمعنى؟ مش فاكر والله، بس يعني دي كانت هديه. وبالمناسبه التيشيرت ده ضاع، انا اسف ايمن عامه. انا لسه اقول لك ايمن يعني ضيعت التيشيرت بتاعي حبيبي وكده، بس التيشيرت ضاع، وكان صغير كمان ان هو كان على مقاس ايمن حفني. فهو ايمن حفني اقصر مني شويه. بالظبط. انا برضو كنت حبيت لعيب في الزمالك اقصر مني بيه. كنت المفروض اختار حد من طولي مثلا. دي احلى هديه جات لك؟ يمكن عشان بحب الزمالك، فدي احلى هديه جات لي. والحاجه الوحيده اللي استفدتها من النادي ده ما استفدتش غير التيشيرت ده. اقول الحمد لله. الحمد لله. غيرك ما عندوش نادي. ليه ما عندوش نادي؟ ليه مش متابع، مش شغله حوار كوره. بس في حد بيشجع خدوا منه النادي. انت لازمك لغوا الاسماعيلي مثلا. لغوا الاسماعيلي خلاص. وفي برضو مره لا صدق دي كانت هديه جميله دي. كان مره بعد حفله كان قلت ماتيريال، كان تحس ان هو يعني كان عن الفراعنه يعني كان مثقف بزياده، واول واخر مره هعمل كده. اوكي. يعني ففي ست كبيره يعني هي ما كانتش عارفه تهديني بايه، وهي اتبسطت قوي من اللي انا قلته، فادتني القلم بتاعها. انا لسه محتفظ بيه عامه. هي ما كانش معاها حاجه غيره، وعايزه تبين لي ان هي ست كبيره، ست بتاع 60 سنه ولا حاجه. وكانت كانت بتدرس التاريخ، فاللي هي يعني ان انا قلت حاجه هي عجبتها للدرجه دي، ان انا كنت بتكلم عن التاريخ والفراعنه. فمديك القلم بتاعها. والله بحب الحاجات دي قوي بقى. وانا كمان. الله يعني عشان الهديه مش بايه، الهديه مش بقيمتها. بالظبط. صح. لا اشرف والله حاجه في منتهى الجمال. بص انت ما نسيتهاش ازاي. صح. انا احلى هديه جت في حياتي كانت علبه سجاير. انا بقى
ايه علبه بوكس. علبه بوكس؟ احلف والله. ده انت كنت ايه مع مين؟ عشان كنت في وقت مش عارف اجيب علبه سجاير، ماديا كانت الدنيا بايظه خالص. هنا هنسمع مزيكا بقى اللي هي مزيكا والله بجد. واحد صاحبي راح قال لي بقول لك ايه، ده واحد صاحبك لوحدك. اوكي. طب استنى، انا في مره ما احنا كبرنا بقى، ما اصلا الاثنين دول هقول يعني هقول عليهم دول مش فاكر. كنت مصاحب بنت، كان كنت في ثالثه اعدادي مثلا ولا حاجه، ثالثه اعدادي اولى ثانوي. كان في واحد تاني عايز صاحب البنت دي، نفس البنت من مدرسه تانية. من مدرسه تانية. عارف ان هو عيد ميلادي جاب لي بامبرز، قال يعني كده عايز يتروش، عايز يعلم عليك ووسع يا قلب. عايز ظريف قوي. دي برضه من الهدايا الغريبه اللي جات لي. وجابوا لك ازاي ولا ايه اللي حصل؟ بعتهولي على المدرسه يعني، في يعني ديليفري. ايه يا عم، ده من كنتاكي ديليفري ايه؟ بعتهولك ازاي يعني؟ بعتهولي على المدرسه بعد ما كانوا المدارس جنب بعض، ففي يعني قال لحد صاحبي غلبان قوي مش هيبقى فاهم القصه دي. فقال لي في كذا بيديك كذا بقى، فقال لي بقى كل سنه طيب بقى، ورقه فيه والجو ده فاهم. وانا ماليش في الحاجات دي، سبتها اصلا، انا اسلم من كده بكتير. وانت اكيد مش هترد الاذى بالاذى. عملت ايه طيب؟ ولا حاجه، سبت البنت نفسها. انا مش عايز وجع دماغي اصلا، انا هخش في صراعات. ايوه بالظبط، روحي له مش بقى ليه. انا القصه دي مش لازماني اصلا، وخدت البامبرز زيهم، بس عايز اعمل زي الناس صحابي دول، انما القصه مش لازماني، انا اصلا ما كنتش بحبها قوي يعني. طب والبامبرز ماله؟ خدته طبعا مروح؟ لا ما خدتوش، لا ما خدتوش. انا اخد بامبرز اعمل ايه بيه وانا في ثالثه اعدادي؟ بس عارف بقى، من دي من الحاجات اللي بتخليك بعد كده تقعد تفكر في حق الرد بتاعك. انا كان المفروض اعمل كده، انا كان المفروض يعني كان المفروض مثلا اروح كان المفروض تعمل ايه ساعتها؟ كان المفروض اشوفه مقاسي. اشوف الهدايا تستاهل ولا ما تستاهلش. في ثالثه اعدادي تشوف هيجي مقاسي ولا لا. بالظبط كده. والله يا عم هي اللي خسرانه الناس اللي عم فيك. راحت له واحد من اللي بيشيل الموبايل. بيشيل كفوله. احمد اللي بيشيل كفوله. بس عامة الهدايا الرومانسية بيبقى ليها مذاق خاص. مذاق خاص خاصة لو حاجة بتتاكل. مذاق. ايوه صاحبي، فهمت. كمل. كنت خاصة لو ايه؟ خاصة يعني لو يعني انا من انصار اسأل هي عايزة ايه، اسأل صح؟ اسأل عادي. دلوقتي انا ومراتي يعني مش ما انا ممكن اقول لها انت عايزة ايه. يا نهار اسود. لكن زمان لازم اقعد افكر بقى انا ويا ترى اجيب لها ايه. انا ما بحبش القصة دي تماما، اللي هو اجيب لحد هدية، ما بعرفش اعمل كده خالص. انت عارف الواحد شايل هم قوي ان هو ممكن بقى في يوم من الايام يتجوز وكده، ولسه يكتشف هي بتحب ايه وبتكره ايه وهجيب لها ايه يا نهار اسود ومنايل. دي احلى حاجه في الدنيا. دي اجمل حاجه، تجربه لازم كل الناس تجربها. والله العظيم اجمل حاجه في الدنيا. يلا الحمد لله. الحمد لله طبعا الحمد لله. دي نعمه غيرك فاهم مش لاقيها. انا هشتغل كونسلتنت لمين وليه؟ عامة في اي حاجه. انت قاعد بترابيزه شمسيه بكونسلتنت. تعال اسالني. عايز حاجه اسالني. يمكن افيدك، الله اعلم. تعال جرب يعني، يمكن افيدك. يعني فكره دار الكونسلتنت في انهي حته؟ يعني في الدنيا عندي شويه حاجات اللي عندي مش هخبيها على حد، واللي عندك يزيد يا عم فكره. الله يخليك يا عم اشرف، والله العظيم الله يخليك. بسأل بجد عشان اللي هو قرار. تعال نسهل القرار ده على الناس. في ناس مش عايز تتجوز وهتتجوز بس عشان اصل هنعمل ايه، عارف انت. فلو مش هيتجوز مثلا هل هتعيش لوحدك؟ عادي، ايه المشكله؟ ما انا مش لوحدي، انا مش عايش لوحدي، او يعني متهيألي ساعتها كمان كده في اصحابك وفي اهلك وكده. انا فاهم، بس قصدي في البيت تروح البيت في الاخر تعيش لوحدك، تخش البيت كده لوحدك. عايز ايه يا عم؟ في عايز توصل لايه، انك تائب؟ لا انا بسأل في الاخر ان هل ده تمام بالنسبه لمين؟ بالنسبه لي لا مش تمام، بس ده المتاح دلوقتي، هعمل فيه ايه يعني؟ انت كاره الجواز عشان ده المتاح دلوقتي. الدنيا صعبه دلوقتي. ايوه صح، فهمت بالظبط. مش قصدي ماديا، عامه وماديا اكيد، انما يعني فاهم، لما الدنيا تبقى سهله الواحد يفكر بقى. هتعزمنا يا صاحبي؟ انت ما عزمتنيش على اسبوع ابنك. لا اسبوع ابنك كان حاجه عائليه وجت فجاه والله. عملتها حاجه عائليه على الضيق وجت فجاه. بالظبط. اي حاجه انت ما جيتهاش كانت عائليه وعلى الضيق وجت فجاه. عشان نخلص ما تقعدش تسالني في حاجه. اي حاجه واسعه انت جيت فيها والله. صح، حصل.
حصل يعني. باجي كمان في الضيقات، خلي بالك. وفي الضيقات دي حقيقة، ده بيت اخويا يعني. طبعا ان شاء الله في اقرب مناسبة نيجي في بقى مناسبات اللي على الضيق، اللي هي ماتشات اهلي وزمالك احنا اخر ماتش اهلي كنا مع بعضينا في دي حقيقة. انا بقى احب المناسبات دي قوي، اي مناسبة فيها كورة عامة انا احبها. وانا كمان جدا والله، واجيب فيها هدايا عادي. دي كاس العالم بالنسبة لي مناسبة مهمة جدا جدا، اهم مناسبة والله العظيم يا خبر ابيض. هقعد كل يوم اتفرج على ماتشات بعد الجواز. الجواز اول حاجة، اهم مناسبة في الدنيا، بعد كده الكاس العالم، بعد كده عيد ميلادي مثلا. بعد كده كاس الرابطة، كاس الرابطة كونفدرالية. انا شايف ان احنا نمشي الى هنا الوقت اتاخر. اعزائي المشاهدين والمستمعين، بنكون وصلنا للحته بتاعت اعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس ودوسوا على اي زرار تحت اي زرار تلاقيه تحت الشاشه ما عدا الديسلايك والانلايك وما شابه، ما تعملوش. بالظبط، صح. و ما تنساش الفقره بتاعت فين الضحك يا جمهور. بالظبط، فين الضحك يا جمهور. سهله ايه. بالظبط. دايما بيكون في الناس بتقعد تسال على اي حاجه بتضحك. بالظبط، اي حاجه بتضحك، تلاقي كومنت يقول لك ايه ده فين الضحك. حلو قوي. ابعتوا لنا انتوا بحاجات تضحك، مش نوع جادد. ضحكوا فكره معاك، فعلوا هاشتاج ضحكوا فكري. يلا نروح اشرف، يلا بينا.